السلام عليكم. بمناسبة الصيف والمصايف والتعرض للشمس هنتكلم النهارده عن أهمية التعرض لأشعة الشمس في تكوين فيتامين د الطبيعي جوه أجسامنا. هنقول سريعا كل اللي احنا محتاجين نعرفه عن التعرض للشمس وفيتامين د. نتعرض للشمس امتى؟ ولمدة قد إيه؟ وكم مرة في الأسبوع؟ وهل ده كافي إننا ما ناخدش فيتامين د من بره supplements يعني؟ وفي آخر الفيديو هقول لكم نعمل إيه كمان مع الأطفال. بس خلينا نبدأ بالكبار. نتعرض للشمس امتى؟ الساعة كام؟ طبعا ده سؤال حصل حواليه اختلافات كتير، في ناس بتقول نتعرض للشمس بدري، الصبح بدري، مثلا الساعة 7 أو 8 الصبح، في ناس بتقول نتعرض للشمس قبل الغروب آخر النهار، في ناس بتقول لا، أحسن وقت وأهم وقت هو نص اليوم. مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط؟ أقول لك الخلاف سببه إن التعرض للشمس في نص اليوم لفترات طويلة له مشاكل، ممكن يعمل حروق في الجلد، ممكن يزود التجاعيد، واحيانا لا قدر الله حتى ممكن يؤدي الى سرطان الجلد. طيب يا دكتور ما هي كده اتحلت، يبقى احنا هنتعرض للشمس الصبح بدري او اخر النهار. الحقيقه ده برضه مش مظبوط. ليه؟ لان الاشعه فوق البنفسجيه المهمه لتكوين فيتامين د في جسمنا مش موجوده بوفره في الوقتين دول، انما هي موجوده بوفره في الوقت بتاع نص النهار. خلينا نقول تقريبا من الساعه 10 صباحا لحد حوالي الساعه 2 الظهر. يبقى افضل وقت للتعرض للشمس علشان نكون فيتامين د الطبيعي هو من 10 صباحا ل 2 الظهر. وخلينا افكرك تاني ان احنا دلوقتي بنتكلم عن الكبار وهنتكلم عن الاطفال بالتفصيل في اخر الفيديو. طيب كده احنا عرفنا هنتعرض للشمس الساعه كام، هنتعرض للشمس قد ايه في الوقت ده. لو انت شخص بشرته فاتحه فانت مش محتاج اكتر من 10 دقائق الى ربع ساعه في المره الواحده. اما الاشخاص اللي بشرتهم داكنه فدول ممكن يحتاجوا لحد نص ساعة في المرة الواحدة. أما لو أنت حد زي حالاتي كده بين البنين بس أميل للسمار فهتكون محتاج حوالي تلت ساعة في المرة الواحدة. طيب كده احنا عرفنا احنا هنتعرض للشمس الساعة كام وهنتعرض للشمس قد إيه في المرة الواحدة. نيجي للسؤال اللي بعد كده، احنا هنتعرض للشمس كام مرة في الأسبوع؟ احنا محتاجين من 3 ل 4 مرات في الأسبوع، مش أكتر من كده إنما برضه مش أقل من كده. طيب السؤال اللي بعد كده احنا هنعرض ايه بالظبط للشمس؟ الايدين والرجلين كفايه، لازم الايدين والرجلين يكونوا مكشوفين، مش ضروري ابدا ان احنا نكون في مصيف ونكون خالعين النص الفوقاني مثلا وقاعدين في الشمس. خليني افكركم تاني، احنا هنا بنتكلم عن اشعه الشمس المباشره، احنا مش قاعدين ورا ازاز ولا قاعدين تحت شمسيه، احنا بنتكلم عن اشعه الشمس المباشره. طيب يا دكتور احنا لو عملنا الكلام اللي انت قلته ده هل مش هنحتاج ناخد اي فيتامين د من بره؟ الاجابه هي ايوه. التعرض للشمس بالطريقه اللي احنا قلناها وعدد المرات اللي احنا قلناه ده بيدي لك 50,000 وحده دوليه من فيتامين د في الاسبوع تقريبا. ايوه وال 50,000 دي يعني كفايه. خليني اقول لك ان انت لو عندك نقص فيتامين د مثلا فانت مش محتاج اكتر من 50,000 وحده دوليه في الاسبوع، هي دي الجرعه اللي احنا بنكتبها. فايوه كمان مره 50,000 وحده دي كفايه جدا. طب وبالنسبه للاطفال يا دكتور، في الأطفال إحنا هنفرق بين عمرين، هنحط نقطة فاصلة عند سن 6 شهور، الأطفال اللي أكبر من 6 شهور حاجة والأطفال اللي أقل من 6 شهور حاجة تانية خالص. وخلينا نبدأ باللي أكبر من 6 شهور. الأطفال اللي أكتر من 6 شهور بشرتهم بتكون حساسة غير بشرتنا وبالتالي إحنا هنخاف عليهم من الآثار الجانبية اللي موجودة في الأشعة فوق البنفسجية اللي موجودة في الوقت من 10 صباحا ل 2 الظهر. وبالتالي احنا هنخليهم يتعرضوا للشمس قبل الساعة 10 الصبح، يعني تقريبا من الساعة 7 صباحا للساعة 9 صباحا، او بعد الساعه 2 الظهر يعني تقريبا من الساعه 3 للساعه 5. هنعرض ايديهم ورجليهم بس للشمس، ممكن نحط لهم صن بلوك كريم واقي شمس على وشهم وممكن نلبسهم كاب، وبرضه 3 4 مرات في الاسبوع، وبرضه ده هيكون اكتر من كافي ان هم ما يحتاجوش اي فيتامين د من بره في شكل كبسولات او نقط. طيب وبالنسبه للاطفال الرضع اقل من سن 6 شهور دولت ممنوعين من التعرض لأشعة الشمس منعا باتا. الأطفال في السن ده بيكونوا حساسين للشمس جدا جدا جدا، والأهم إن هم أصلا بياخدوا كفايتهم من فيتامين د عن طريق الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية بتديلهم 100% من احتياجهم من فيتامين د، وبالتالي تاني اقل من 6 شهور مفيش اي تعرض للشمس مطلقا. اقصى حاجه ممكن نعملها في السن ده ان احنا نقعد بالطفل جنب شباك مقفول، ازازه مقفول، بحيث ان هو يتعرض بس للاشعه غير المباشره بتاعه الشمس. وبس كده، دي كانت حكايه فيتامين د والتعرض للشمس. ولو عندكم اي سؤال ما تنسوش تسيبوه لنا في الكومنتات، واتمنى لكم اجازه سعيده ان شاء الله.